الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. نحن في خير أيام الدنيا وسيد الأيام كلها. إنه يوم يدنو الجبار جل وعلا، يدنو من خلقه فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ وقد أتوا إليه جل وعلا شعثا غبرا ضاحين، ثم يشهد الله المنان الكريم الرحيم الرحمن جل في علاه، يشهد ملائكته أنه قد غفر لأهل الموقف. الله أكبر. نحن في يوم عرفة، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. الله أكبر. ملايين من هذه الأمة في هذا اليوم سيعتقون من النار، ستعتق رقابهم من النار. الله أكبر. أقبلوا إليه ملبين من كل فج عميق، أتوا ليشهدوا منافع لهم. وكفاهم شرف أن المنان جل وعلا يدنو دنوا يليق بجلاله ليشهد ملائكة السماء أنه قد غفر لهم. إنه يوم عرفة، هذا اليوم الذي انتظرته هذه الأمة وتنتظره في كل عام، لأن الواقفين على ذاك الصعيد، بل وكل الأمة حتى من لم يكن على ذاك الصعيد، فإن رحمة الله تشملهم. نعم، على الصحيح من أقوال أهل العلم أن عتق الله لهذه الأمة من النار شامل لأهل الموقف، والخطاب لهم على الخصوص وللأمة كلها، لأن الله جل وعلا رحمته وسعت كل شيء. الله أكبر. ما أعظم هذا اليوم. يأتي الحاج وقد نزع منه الزينة وكشف رأسه ولبس إحرامه الذي هو ككفنه، ثم وقف على ذاك الصعيد من يوم أن زالت الشمس وهو يناجي ربه: يا رب يا رب. ومن الذي يطردهم؟ إنه الرحمن والكريم. الخلق إذا أقبل الخلق عليهم استحيوا منهم، فكيف بالحي جل وعلا الستير جل وعلا؟ إنه الله. نعم معاشر الأحبة، نحن في يوم عرفة، وما أجمل أن يولد الإنسان منا في هذا اليوم، لأن أهل الموقف سيولدون. من كان حجه إيمانا واحتسابا فإنه سيرجع إلى أهله كيوم ولدته أمه. والحبيب يقول: الحج عرفة، الحج عرفة. ويقول: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وقال قبلها: خير الدعاء دعاء عرفة، خير الدعاء دعاء عرفة. هنيئا لمن لا يمل ولا يكل وهو قد رفع يديه إلى الله، سواء كان حاجا أو كان غير حاج، ويديه يا رب يا رب. فإن الكريم لا يطرد من أناخ ببابه. الله لا يطرد من طرق بابه. فهنيئا لأهل الحج، هنيئا لأهل الحج، وهنيئا لكم أيضا أنتم يا من لم تحجوا، فإن لكم عند الله جل وعلا موعد لمن صام هذا اليوم وهو ليس من أهل الحج، أن يكفر صوم هذا اليوم عامين: عام مضى وعام قابل، كما قال صلى الله عليه وسلم: صيام عرفة يكفر السنة الباقية والسابقة. منة من الله وكرم. تأمل سويعات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، سويعات. فإذا أنت بعد ذلك، الله أكبر، تكفر لك ذنوب أكثر من 700 يوم وليلة. ودعاؤك في هذا اليوم هو خير الدعاء، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة. هل هناك منة ونعمة وفضل أعظم من هذا الفضل؟ لا والله، لا والله. هنيئا لمن يلبي،
وهنيئا لمن يكبر، وهنيئا لمن يدعو، وهنيئا لمن هو منكسر، وهنيئا لمن في يوم عرفة اختلطت عباراته بعبراته وأعلن التوبة وولد وأخذ شهادة الميلاد الجديدة. إنه الله الكريم المنان، كم في القبور من صاحب أمنية أن يعود إلى الدنيا لا يريد من الدنيا والله شيء، إنما يريد وقفة عرفة، يريد حج البيت الحرام. يا أمة الإسلام، نحن في خير أيام العام، بل ونحن في خير يوم طلعت عليه الشمس، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. الشيطان ما رؤي مرغما خاسئا حسيرا كسيرا يئن ويشتكي مثل ما يمر عليه هذا اليوم. أتدرون لماذا؟ لماذا الشيطان في رغام؟ ولماذا هو في ضيق؟ لكثرة من يعتقهم الله، لكثرة من يعتقهم الله من النار من هذه الأمة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب. يا رب اجعل حج إخواننا الحجيج، اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة عندك لا تبور. اللهم ردهم إلى أهليهم وإلى أوطانهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. يا رب من كانت أمنيته أن يحج البيت وما حج، وإذا رأى الصعيد والناس فيه يجأرون ويدعون لك، يا رب لا تحرمه الإقبال عليك. اللهم يا رب اجعله من الملبين، واجعل النداء له بعد تلبيته أن يقال له لبيك وسعديك يا أكرم الأكرمين. معاشر الأحبة، جميل والله أن نستعد بختام هذا اليوم وبغروب هذا اليوم الذي سيدخل بعده أيضا خير أيام الدنيا، يوم النحر، عيد الأضحى. عيد الأضحى هنيئا للمؤمنين، هنيئا لأولئك الذين فعلا كانت انطلاقتهم إلى عالم الإيمان والتوبة والعمل الصالح. انطلقوا من هذا اليوم منكسرين تائبين منيبين، أتبعوا السيئة الحسنة لتمحوها، عاهدوا الله، دعوا الله، سألوا الله، فإذا قبل الله دعاءك معنى ذلك أنك من أهل الجنان. فلا تنتكس بعد ذلك، وانطلق للعيد وكن في العيد سعيد. أسأل الله أن يعيد عليكم مواسم الجنة أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن لا يجعل هذا اليوم يمر في حياتنا كآخر يوم، بل اجعله في كل عام مد في الآجال على الطاعة يا رحمن. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.